مساء الخير اصدقائنا اصدقاء محل الشام، يا رب تكون بخير دايما. النهارده هنتكلم عن دعوه رد الشبكه والهدايا. لو ربنا كرمك وخطبت وقعدت سنتين ثلاثه خطب، جايب جرام الذهب عيار 21 ب 2270 جنيه، في خلال السنه او السنتين او الثلاثه اللي انت كنت خاطبهم قاعد تجيب في دباديب وقاعد تجيب في هدايا وعمال تصرف فلوس، واكونت الفيسبوك بتاع خطيبتك اتغير من اسمها لا انا خطيبه حمو او انا خطيبه حمو. وبعد الفتره دي وانت عمال توظف في شقتك لقيتها بتقول لك هتوحشني، هتعمل ايه علشان تجيب الحاجه بتاعتك؟ طبعا انت عارف ان المفاوضات مش هتوصل لاي حاجه وملهاش اي 30 لازمه. اعمل ايه؟ احنا هنرفع دعوه اسمها رد الشبكه والهدايا. الدعوه دي بتترفع ازاي؟ اولا قبل ما برفعها بقدم طلب تسويه لمكتب التسويه على حسب محل اقامه المخطوب او المدعى عليها في دعوانا. بستنى 15 يوم وبعد كده برفع الدعوه بتاعتي. بيتم حاله الدعوه للتحقيق والمحكمه بتحكم لك برد الشبكه والهدايا. المحكمه بتحكم وفقا للماده 502 من القانون المدني اللي بتقول ان من حق الواهب الرجوع في الهبه. واتفق جمهور الحنفيه على حق الخاطب في استرداد الشبكه والهدايا في حاله فسخ الخطبه، ولا يفرق الاحناف بين اذا كان العدول من جانب الخاطب او المخطوبه، وما اذا كان العدول مبرر او غير مبرر. صديقي اوعى تسيب حقك، ما ضاع حق وراء مطالبه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.